أخيرا تمكنت الحكومة الصومالية من إقناع تنظيم أهل السنة والجماعة ذي النزعة الصوفية بدمج قواته في صفوف الجيش الصومالي، وهو أمر ظل عصيا على الحكومات السابقة في السنوات العشر الماضية. وتأمل الحكومة أن يكون هذا الاتفاق بداية لإعادة بناء جيش موحد قادر على الحد من الخطر الذي يشكله مقاتل حركة شباب المجاهدين في وسط البلاد. إلهي مهديس لكن ما أنت. اليوم معكم أعضاء الحكومة وقادة القوات المختلفة من أجل إظهار الوحدة. نهنئكم على صمودكم في الدفاع عن مناطقكم والحفاظ على أمنها واستقرارها. اليوم ستسجلون للعمل مع قادة الجيش ومن ثم توفير كل حقوقكم كأفراد من الجيش. وإلى جانب ما يحققه الاتفاق للحكومة من توسيع لرقعة نفوذها، فإنه يمنح التنظيم فرصة تمثيل أكبر في المناصب الحكومية من خلال إشراك مسؤوليه في العملية السياسية. نحن محظوظون بوصول وفد رئيس الحكومة بعد انتظار طويل. مدة طويلة كنا ننتظر هذه الوحدة من أجل توحيد الصفوف لمواجهة الجماعات الإرهابية العدوة للشعب الصومالي وتحرير المناطق التي ما تزال تسيطر عليها. ويرى كثيرون أن خطوة دمج مقاتل التنظيم في القوات الصومالية ضرورية لتمكين الحكومة من تولي مسؤولياتها الأمنية في المنطقة، لكن هناك صعابا قد تواجه الحكومة في تنفيذها. تولي قضايا الجيش والدفاع من مهام الحكومة الاتحادية، وهذه الخطوة تعزز قيامها بمهامها الدستورية مع توقع تحديات منها الخلفية الدينية لمقاتلي تنظيم أهل السنة الذين يغلب ولاؤهم للطرق الصوفية أكثر من أي شيء آخر. تنظيم أهل السنة والجماعة هو تنظيم مسلح يتبع الطرق الصوفية ويسيطر على مناطق كثيرة وسط البلاد، وكان قد خاض معارك شرسة ضد حركة الشباب المجاهدين منذ عام 2008 استطاع خلالها انتزاع مناطق واسعة من الحركة، ومنذئذ أصبح رقما صعبا في المعادلة السياسية في البلاد. دمج قوات تنظيم أهل السنة والجماعة في الجيش الصومالي قد يمثل مكسبا عسكريا وسياسيا للحكومة الصومالية، ويضع حدا لسنوات من الخلاف بين الطرفين، وهي عملية قد تحتاج مزيدا من الزمن نظرا إلى مشاكل الانتماءات العشائرية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. عمر محمود، الجزيرة، مقدشو.